السلام عليكم. الوصفة ديال اليوم بطاطا بالكفتة في الفران، كتجي زوينه وسهله. ندوزو لطريقه التحضير. هنا غادي ناخذ واحد اللاطه اللي كتدخل الفران، غادي نفرش لها موتزاريلا محكوكه، وغناخذ البطاطا غادي نقطعها شرائح على هذا الشكل، غنستفها حتى هي في اللاطه، وغندير شويه د الملحه، الابزار، تحميره ولا بابريكا فيمي اللي عندكم من الاحسن، وشويه ديال بودره الثوم وصافي. غادي نزيد فرشه اخرى ديال البطاطا، بغيتو تزيدوا الفرماج زيدوه. وهنا غنوضع نفس التوابل، وغندير شويه ديال الزيت ندخلها طيب شويه في الفران لو طون اللي نوجد الكفته اللي غتجي من الفوق. هنا خديت مقيله درت فيها زيت الزيتون، ودرت فيها واحد البصيله قطعتها مربعات. من تشحر ليا داك البصيله غنزيد عليها الكفته، وغادي نخلي كلشي طيب. من بعد غادي نزيد صلصه الطماطم، وغادي نخلط الكفته مع ديك لاصوص طوماط. من بعد غنضيف التوابل اللي هي الملحه، شويه ديال بودره الثوم، الا ما عندكمش ديروا ضريس ديال الثوم محكوك، وهنايا بابريكا فيمي اولا تحميره اللي ما عندوش يدير غير تحميره عاديه، وشويه د الابزار. وغادي نخلط كلشي ونخلي ديك الكفته ديالي تعقد مع ديك لاصوص حتى تختار على هذا الشكل. من بعد نضيف لها شويه د القزبر المعدنوس مقطعين، وصافي. ها الحشوه ديالنا واجده، كتجي معلكه وزوينه على هذا الشكل اللي كتشوفوا. هنا خرجت البطاطا ديالي من الفران راه طابت. غادي نفرش ديك الكفته كلها على الوجه ديال الصينيه. من بعد غادي نضيف الفرماج غابي. هنايا انا عندي الفرماج مخلط، موتزاريلا ايمونتال وشيدار، تقدروا ديروا اي فرماج عندكم. وصافي غندخلها غير تكغاتينا الفرماج ويتحمر، ونخرجها ونقدمها. هذا هو الشكل ديالها، بالصحه والراحه.